حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وسلام. ايه يا رب ماسكة الاتنين البلد دول، ايه هتسربيهم؟ والله ولادي بيقولوا لي سربيهم خلاص دلوقتي، قلت لهم ما ينفعش، قلت لهم هما يا دوبك عندهم شهر، يعني عايزين شهر تاني يعني يكملوا رضاعة وكده ويتعرفوا على الأكل. وبعد كده بقى نشوف ربنا يسهل. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني ده كانت عينه مقفولة خالص، عينه الاتنين كان عليها سوائل وكده، فالحمد لله يعني عالجته، حطيت له المرهم ده. المرهم ده جميل جدا يا جماعة، اللي هو الترميسين ده جميل قوي بسم الله ما شاء الله. وبحط ده برضو ماشي، هما يخلوني اتعلق بيهم للاسف، بس ما ينفعش لان انتوا عارفين البلدي قليل الادب، وهمجي كده ويعني مجرم مع نفسه كده، شايفين؟ روحي خلاص. بس احنا اي حاجه صغيره بنتعلق بيها. ايه ها ايه عايزين ينزلوا باي طريقه. انا كل ده ماسكاهم عشان كارلا تعرف ترضع اولادها، فضلها 2 بس عشان تعرف ترضعهم، لان دول للاسف بيستحوذوا عليها وما بيخلوهاش تعرف ترضع الاطفال، يعني كده ما بياخدوش حقهم في الرضاعه على الاطفال التانية. عشان كده بقولكوا دول قلة الادب، لازم امسكهم كده لحد ما كارلا ترضع. صح 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 ولا لا؟ فهد وغزال، ها احفظوا معايا، فهد وغزال. طب سميتيهم ليه يا رب لما انتي مضطرة تمشيهم كده وخلاص بقى؟ ممكن يعني يبقوا من قطط السلم بقى، يقعدوا برا وكده، فيبقوا عارفين اساميهم، فهد وغزال. يلا يلا يلا. احلى حاجة فيهم ان هما بيحبوا يلعبوا كده ولذاذ، التانيين بقى مبطرخين كده في الارض. يلا اسيبكم على خير حبيباتنا، واروح اشوف كارلا بتعمل ايه. سلام.